إقليم الحوز في المغرب. يقع إقليم الحوز جنوب غربي المغرب، وينتمي إلى جهة محافظة مراكش آسفي، ويبعد عن مدينة مراكش نحو 40 كيلومترا. يحده من الغرب إقليم شيشاوة، ومن الجنوب إقليم تارودانت، ومن الشرق إقليم ورزازات، ومن الشمال إقليم قلعة السراغنة. تبلغ مساحة إقليم الحوز نحو 600 كيلومتر مربع، ويضم نحو 40 قرية ومدينة، وأغلبه مناطق جبلي وقروية. وأبرز مدنه وبلداته أيت أورير ومولاي إبراهيم وأسني وأمزميز وتحناوت وتمصلوحت وتمكروت وتيدلي وقرية إيجيل التي سجل فيها مركز الزلزال الذي ضرب الإقليم وأقاليم أخرى مجاورة له يوم 2 سبتمبر أيلول 2023. تغلب الجبال على تضاريسه إذ تشكل تقريبا 3/4 مساحته، وفيه توجد أعلى قمة جبلية في المغرب وهي جبل توبقال. يعتبر القطاع الزراعي وقطاع الصناعة التقليدية من أبرز أعمدة الاقتصاد في إقليم الحوز، ومن أبرز المنتجات فيه أواني الفخار، خاصة في كل من مدن تمصلوحت وأوريكا وأمزميز. وتبلغ المساحة المزروعة في الإقليم أكثر من 600 ألف هكتار، وأبرز المزروعات هي الحبوب والزيتون والتفاح واللوز والخروب. وتوجد في إقليم الحوز 3 سدود، هي سد تكر كوست بمدينة أمزميز، وسد مولاي يوسف ببلدة غجدامة، وسد يعقوب المنصور بمنطقة ويركان. كما تعرف بعض مناطق الإقليم أيضا بالصناعات النسيجية، وتشتهر ببعض المنتجات كالجلباب والزرابي، إضافة إلى حرف أخرى مثل البناء والنجارة والتجارة وغيرها. وهناك فضاءات كثيرة ومتنوعة لإنتاج وتسويق هذه المنتجات وتشجيع الحرف، مثل الأسواق والتعاونيات والجمعيات. كما يتميز الإقليم بطابعه السياحي، إذ توجد فيه مناطق سياحية معروفة مثل محطة أوكايمدن التي تشتهر بالتزلج على الثلوج، ومنطقة أوريكا المعروفة بمناظرها الطبيعية وينابيعها المائية. معالم توجد في بعض مناطق الإقليم نقوش صخرية تاريخية، خاصة في منطقة أوكايمدن وضبة ياكور ببلدة تغدوين، إضافة إلى المسجد التاريخي لمنطقة تنمل قرب بلدة ثلاثائي يعقوب. وفي بلدة أغمات هناك أيضا آثار وقلاع تاريخية عدة، منها قلعة أمناس والكندافي وتامادوت، كما أن فيها ضريح المعتمد بن عباد عميد ملوك الطوائف في الأندلس، والذي أسره يوسف بن تاشفين وسجنه في البلدة المذكورة إلى أن توفي فيها.